السلام عليكم خوتي خواتاتي. في البداية كالعادة تحية خاصة الملك نصره الله، وتحية خاصة لولي العهد مولاي الحسن الثالث، وتحية خاصة للقوات المسلحة الملكية. اليوم جبتكم غير واحد فيديو صغير غنقول لكم أن التحفة، الفيديو اللي دار مع شوف تيفي حذفاتو من فيسبوك ومن يوتيوب، وهانتوما هاد اللي كتشوفو ديال الفيسبوك غتبركوا على داك الرابط ديالو ما بقاش. هنا السؤال دابا غنخليكم تسمعوا المقطع وعاد نرجع نكمل معكم نقول لكم علاش حيدوا الفيديو، الا استنتاج اللي غندير لكم ليه. مي هذه فضيحه التحفه. ممنوع من السفر. انايا ممنوع من السفر، ممنوع نسافر عندي هذا نمشي عنده لدارو عارض عليا ما غنمشيش، والله ما غنمشي. كيفاش ممنوع من السفر؟ ما فهمتش اخويا الناس كيفاش كيجيبوا هاد الهضره هذه. انا يستحيل نطلع نقول شي هضره ما عنديش مصدر ديالها. هاد الناس هادو كيخربقوا. انتم شفتوا الجرائد الوهميه الامريكيه؟ فضيحه ما بعدها فضيحه. والذي روج لهذا الخبر كنلقاه هو الصحفي الاستقصائي الميداوي، كنقول لك يعني اصبحت وضحوكه. وانا درت واحد الوعد ووفيت به، قلت من 3 اشهر ل4 شهور، قلت والله لا اجعلنكم قصه تروى بين العرب، وكذلك كان. وتحيه الناس ديال الغرب وتحيه للجميع وتبارك الله عليكم. من الصفا انايا اذا علاش حل داك الفيديو؟ على هاد التصريح انه بحال ما عليش مذكره بحث اغلاق الحدود لاتمام التحقيقات. هذا لا يعني اغلاق الحدود محدد، هذا اغلاق الحدود لاتمام التعليقات. كما اليوم طلعوا قالوا لكم الاعتقال، هذاك راه كان عند الفرقه الوطنيه ما عندهاش حق الاعتقال، اللي كيعتقل هو وكيل النيابه. مي هو باين عليه عده مشكلات، وباين هذا دليل قاطع على انه دايرين له اغلاق الحدود لاتمام هذه. وهذاك هو علاش اضطر شوف تيفي يحذف داك الفيديو، لحقاش غيتم بحال استفزاز للناس الاخرين اللي دايره شكايات، وبحال راه ما دايرينلوش اغلاق الحدود حتى اتمام التحقيقات معه. اذا عنده عده مشاكل كبيره. تحفه واحد في المغرب. دابا السؤال، يا كتكون انت شحتار صاحبك وشوف تيفي، يلا كنتحداك ترد داك الفيديو، كنتحداك طلع ترد هاد الفيديو. وهادشي كيدير تحفه بحال هكا، ناس شاكين بيه وكيطلع في اللايفات وكيبقى يساب ويرجع عاوتاني يطلع في اللايفات. يعني هذا تجاوز كبير في حق السلطات وفي حق الفرقه الوطنيه كتحقق معاه. ولكن المسؤول على هذا هو وكيل نيابه الدار البيضاء ووكيل نيابه سلا، هما اللي خصهم يجاوبونا على هذا السؤال. كيفاش السيد عليه شكايات والناس اللي شاكين به كيطلع يتنمر عليهم ويسبهم ويسرب محاضر انه شنو قالوا له وشنو لقاو وشنو قال. هادشي زعما صراحه خص الدوله تدخل لي وقف حد لهاد التنمر. راه يمكن حتى اليوم طلع اللايف، ولكن نقولوا له كتحداه يطلع يكذب يقول لكم انا ما عنديش مذكره واحد الوطنيه. وسولوا قولوا له علاش حذف، اذا علاش حذف هذا الفيديو شحتان من فيسبوك ويوتيوب؟ قلنا علاش، ها هو دوزت لكم بالدليل باش تشوفوا صوت وصوره. اذا اخوتي كان هذا غير فيديو صغير باش نوضحوا هذه المساله هذه، وبغينا يجاوبنا تحفه علاش الجاسوس الجزائري المثلي شحتان حذف له الفيديو. لحقاش قال ما كايناش مذكرات بحث اغلاق الحدود لاتمام التحقيقات معه. اذا عنده اغلاق الحدود لاتمام التحقيقات، باش ما تختلفوش. هذه ماشي اغلاق الحدود النيابه العامه، هذه اغلاق الحدود لاتمام التحقيقات مع الفرقه الوطنيه. راه كاين فرق اخوتي باش ما يبقوش يضحكوا عليكم. اذا وانا اخترت لك العرسه التحفه، والبارح سميتيني وقلتي لي سامح في ولدي، ياك ياك تحفه بالبطوش. ايوا المهم دابا نجاوبك تحيفه بالبطوش ما تخافش. مي راه قلت لك كنساينك. كل وهبي سمعني يا تحفه، قول وهبي يطلقنا الفراجه، قول وهبي يطلقنا الفراجه يتابعوك في حالة صراح. وكما العاده باش حنا بغينا الفراجه تبدا، باش غادي بوهبي ماشي بك تحيفه. تحيفه دايرك غير طريق، كنقولها لك ديما تحيفه. ان شاء الله اجي باش نتحاسبوا، عندنا حساب بيناتنا انا وياك. نوريك تسب لي الام ديالي 3 سنين ونص وانا كنسايل هاد النهار. ولكن وهبي شتو ما دارش معنا خدمته صراحه. وهبي ما دارش معاك داكشي اللي خصو يدير.
يا وهبي مالك اصاحبي؟ يا زعما انت بتصحاب تحتيها، وخرجوا لنا من تحتيها. خرج لنا الغلام ديالك تحفة بن بطوش. طلقنا الفراجة السيد، طلقنا الفراجة، طلقنا الفراجة ان شاء الله. والله العظيم كان كوهبي. شتي وهبي فين دايرك في الصورة تما وراء القضبان؟ كان واعد كوهبي، واحد شرف. الا غتدخل السجن ان شاء الله، احتمال كبير الا الغلام ديالك جا غتولي مطلوب دوليا بتسليمك. مي غتدخل الحبس في المغرب، راك عارف اش داير داك النصب والاحتيال اللي دير مع خوك. ولكن ها انك عندك عصابه الكترونيه للتشهير والضرب في الصحفيين، وتمشي دير شكاوي بسيدك المهداوي. لقاش حاط لك الاوراق اللي خاصك تعطيهم الدليل، دير به شكايه وتقول له تشهير. يا اكبر مشهير في المغرب اللي انت صدقتي انت هو اللي خدام عندك الغلام ديالك صدق تحفه بن بطوش. ايوا انت غتوري تشوف العاقبه ديال دير عصابه. المهم طلقنا الفراجه وهبي.